استكمالا للفيديو اللي فات، انا جاي اتكلم معاكم واقول لكم حاجات. ناس كتير جدا لما انا اتكلمت في الفيديو الاولاني كنت منفعل بقى. كان الموتوسيكل بتاعي لسه مسروق، وطبعا اتخبطت في رقم ان هو ب 40,000 جنيه. فالموضوع كان بالنسبه لي صعب جدا. بعد كده هديت واقتنعت، والحمد لله رب العالمين. قعدت على نفسي، انا حمدت ربنا جدا، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فقدر الله ما شاء فعل، وانا راضي. بس هنا بقى، انا ليه عملت كل ده؟ ليه نزلت الشارع؟ وليه صورت؟ وليه شفت شغل هو مش شغلي؟ ليه انا راجل اخدت اجازه من مكان عملي علشان انزل ادور على الموتوسيكل بتاعي المسروق؟ كل دي تساؤلات، كل دي خطوات لو ريحنا بيها على الناس هنساعد في ان احنا نحل الموضوع ده. موضوع سرقات كترت جدا، والعجيب ان هي كترت اكتر في رمضان. طيب احنا واصلين لايه؟ وايه الحل؟ اكيد مش جايين نهدر الكون، اكيد مش انا السوبر هيرو اللي هحل القصه. بس على الاقل انا طلعت وحاولت ان انا اوصل الصوره، وانا فرد منها. حاولت اوصل الصوره وانا ما بتكلمش عن شخص، انا بتكلم عن نفسي. فاقصر وسيله واقناع هي الصدق، وانا حبيت اكون صادق معاكم. فعشان كده طلعت اتكلم عن الموضوع. عايز اوصل لايه وليه بعمل كده هتفهمني، بس اتقل عليا كده وصلي على النبي. انا حد طالع عشان اساعدك اولا واخيرا. ايه الخطوات اللي ممكن نعملها دلوقتي عشان نحل حاجه زي كده؟ يعني انا اكيد مش راجل خبير، اكيد مش مجالي، بس انا ممكن ارشح شويه خطوات كده. اولها إيه؟ انا كمواطن مصري، انا المفروض اللي يحصل معايا اول ما يتسرق مني موتوسيكل ابدا اركز كويس جدا. ابدا اركز في اقرب كاميرا للمكان عشان ابدا اجيب صوره الشخص اللي ممكن يكون سرق المكان. ايه المطلوب منك تعمله؟ ايه الخطوات اول ما يتسرق منك تليفونك؟ نزلت تحت بيتك ما لقيتش موتوسيكلك، وانت ماشي تليفونك اتاخد من على ودنك. بتاكل عيش بواب وجايب توك توك تاكل بيه عيش، فعامل جمعيات، فحافظ على التوك توك بتاعك عشان ده مصدر رزقك. خرجت ما لقيتوش، تبدا تعمل زي ما قلنا بقى. ايه هو؟ هتتجه لاقرب اسم شرطه وتبدا تعمل بلاغ رسمي. وانت رايح هناك هتاخد كل بياناتك، اي حاجه ليها صله بملكيه الحاجه المفقوده هتاخدها معاك. تمام؟ تصور بطاقتك، تتجه على الاسم، تعمل محضرك. عملت محضرك، هنا بقى تنزل انت عملت اللي عليك، الخطوات اللي عليك عملتها لحد ما انت عملت المحضر. الباقي بقى المفروض ان هينزل معاينه وينزل تحريات وينزلوا يفرغوا كاميرات. وده اللي انا زعلان بسببه، لان ما لقيتوش. انا اللي نزلت عملت كده وما عرفتش، ولسه بدور. بس انا وصلت لايه واستفدت ايه؟ ده رابع يوم محدش كلمني، رابع يوم وما شفتش ده. طب انا عايز ايه؟ انا عايز ان انا كمواطن مصري يتسرق مني حاجه اطلع على الاسم اعمل بلاغ. البلاغ يطلع بقى الرجاله يشوفوا شغلهم، يشوفوا الشغل اللي تابع ليهم، يبداوا هم اضرب شغلهم مننا. هم عارفين مين في المناطق دي بيبقى مسؤول عن السرقات، ومين في المناطق دي ليه نشاط وليه سجل سابق اجرام او سابق حاجه في القوانين. هم ادرى بيها مننا، تفاصيل كتير كده مكلكعه هم ادرى بيها مننا. المهم ان احنا مش هنعرف نعمل ده. احنا كل اللي علينا ايه بقى هنا نقدر نعمله، ومن هنا نبدا نوجهه، هو ان احنا كل واحد فينا يركز على الكاميرات، يجيب كاميرات تخصه تحت بيته تراقب الحاجه، علشان لما يحصل مشكله او يحصل حادثه سرقه تاخد الكاميرات وتروح تعرفهم على الشخص. انا للاسف ما قدرتش اعمل كده لان مفيش كاميرات كتير في المكان اللي انا فيه، وبرده بواقع انا ماليش سلطه ان انا اخش على الناس افرغ كاميرات، فالموضوع صعب. فاذا كانت الناس بتعمل معانا كده الناس متعاونه معانا متعاطفه معانا. قدر الله ما شاء فعل. انا مش زعلان، الحمد لله انا هديت. بس انا كان في كلمتين جوايا كنت حابب جدا اطلع اقولهم. يا جماعه عايزين نتعاون، وعايزين لما نعمل بلاغ بسرقه نتحرك عليه وننزل نعاين ونشوف. على الاقل خالص احس ان انتوا ساعدتوني وعملتوا اللي عليكم. وهو بقى الحاجه اللي اتسرقت جات ما جاتش، ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، بس احنا عملنا اللي نقدر عليه. ما احنا عندنا كاميرات متابعه تقدر تتتبع اي شخص، توصل لاي حاجه. عايزين نستغل ده. والله لو حكمناها، لو ضيقت الدايره دي على الحرامي هيتزنق، هيغلط وهيخاف. ولو ما خافش والله هيفكر 1000 مرة قبل ما يخش يسرق حاجة، لأنه عارف إنه هيتجاب. الموضوع مش هيعدي بمجرد ورقة برقم وروح جنح وفاعل مجهول لأنك معرفتش توصل. رغيت كتير وآسف جدا طولت عليكم، بس سامحوني، كان كويس شوية حاجات كان لازم تطلع ونقولها.